السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل بلح الشام بطريقه سهله جدا وحلوه قوي، وان شاء الله هينجح معاكي من اول مره. هنا معايا الميزان، جبت كسرولة او حاجه ألمونيا وهحط فيها الميه. هظبطها بالظبط على 300 جرام ملي من الميه. هنظبطهم. بصوا الحلويات عايزه ميزان، يعني الميزان مش غالي بس بصراحه هيظبط لك كل الوصفات، حتى في شغل النواعم وكل حاجه هو الميزان هيظبط الدنيا. صفرته تاني دلوقتي علشان خاطر انزل بالزيت. الزيت هنا بيبقى ملهوش اي ريحة خالص. هنزل ب50 جرام من الزيت، ما يكونش ليه ريحة علشان خاطر ما يكرفش معانا. حطيت هنا ذرة ملح علشان خاطر ذرة الملح دي بتعدل معايا الطعم. رفعتهم على النار يغلم لحد هنا ما اوزن الدقيق اللي هننزل عليه والنشا. نزلت هنا بالدقيق علشان خاطر اوزنه برضو، وسايبه الكسرولة على النار بتغلي. هنزل بيها ان شاء الله كده. اول ما تغلي معايا هنزل ب 300 جرام من الدقيق، وهحط عليهم كمان معلقتين كبار من النشا، يعني بمعدل 30 جرام من النشا. يبقى كده هنا المواد الجافه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 330 جرام من المواد الجافه. اول ما الميه غليت معايا بالزيت قمت نازله مره واحده كده دفعه واحده ومعلقه خشبيه. هبتدي اقلب كويس جدا لحد ما القوام معايا بقى تقيل بيوجع الايد كده، يعني هو عايز ايه صحه شويه لحد ما يختفي الدقيق في الميه والزيت. طبعا النار هديت خالص، هديتها خالص علشان ابتدي اسوي او اخدمه كويس جدا على النار، ما يبقاش معايا معجن من جوه. ببتدي انا طبعا هنا مسرعه لحد ما تعمل معايا القشره اللي هي بتطلع معايا في نفس الاكلير. بفضل اقلب كويس جدا بالمعلقه الخشبيه لحد ما تتكون معايا كوره. وبصوا هنا بوريكم اللي هي القشره اللي تحت دي، معناه ان احنا خدمناه كويس جدا واستوى بقى حلو جدا. بنزل بيه في البوله اللي انا كنت وزنه فيها الدقيق، وببتدي ابرده كده، يعني اسيبه يبقى بارد لحد ما يبقى بارد تماما، مفيهوش اي حاجه، بدون اي مضرب بدون اي حاجه. بالمعلقه كده الخشبيه هبتدي انزل ببيضه بيضه، واحط طبعا فانيليا. وهم هنا معايا 4 بيضات بس، ما تكتريش عن كده عشان ما ينفش معاكي في الزيت. بجيب بقى الكيس دوت وبجيب التيب بتاع بلح الشام، هو بيبقى كبير كده ومشرشر. الزيت عندي هنا فضيته في الطاسه، مش بارد خالص، الزيت عادي خالص جدا، يعني ما فيهوش اي نسبه سخونه. ببتدي اقطع البلح الشام بالشكل دوت. بصوا سهل جدا، بيتقطع بدون اي تلزيق بدون اي حاجه، وببتدي اقطع بالشكل دوت على حسب طبعا الحجم اللي انت حباه، كبير صغير زي ما انت عايزه. وابتدي ارفعه على النار. النار بتبتدي معايا بتبقى هاديه، يعني بتبقى وسط كده، وهو بيبتدي يستوي بيطلع على وش الزيت. هي دي التسوية الصح علشان يبقى مستوي واخد وقته كويس جدا، علشان ما يبقاش معجن معاكي من جوه. هنا ابتدى هو يطلع معايا ويعمل البقبقه ديت من الجنب كده بتاعت الزيت، وهو بيطلع لفوق. كل ما يطلع لفوق تعرفي ان هو داخل على السوا. ما تقلبيش خالص غير لما تحسي ان هو بدأ ياخد اللون او اتنفخ كده بالشكل ده. خد معايا اللون الذهبي الحلو دوت وابتديت اطلعه. هنا الاضاءه اللي غيرت اللون، بس هو طالع لونه ذهبي حلو جدا. هنا كان سيرب عندي بجهزه كده من اول رمضان، بحطه في التلاجة. القطع اللي عليه دي بتبقى معلقه من السمنه البلدي بحطها. السيرب طالع ساقع، بحط فيه على طول البلحة الشام وهي سخنة، بيبتدي بقى يمسك عليه وبيبقى بالشكل دوت. عايزة تحشيه بالكريم جانتيه بيبقى حلو جدا، ودي عملتها بالتيب الصغير كانت حلوة برضو. اتمنى